البرنامج اللي أنا أقدمه في أكثر من خطوة راح يخليك أول شيء تعرفين شنو المعتقدات اللي عندك عن مشروعك. لأن هل الحين أنت قلتي لي أن أنت المصاريف اللي أنت تاخذينها أو المبالغ اللي أنت تاخذينها قاعد تصرفينها كامل على على الشخص الثاني اللي راح تشترين المواد اللي يحتاجها. هل فكرتي مثلا ان انت تشيلين جزء من عنده وتضبطين او تدورين اماكن ثانية تبيع لك بالجملة، او ان تشوفين يعني اشخاص يساعدونك من، يعني بدل لا انت نقف تشترين من هذه نقف هنا ايه اول خطأ بيحصل دايما 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 في العملية البيعية، وبيحصل بشكل تلقائي عند اغلب البشر اللي لسه ما اتعلموش المهارات وظبطوا الدنيا من جوه، انه ببقى متسرع جدا اني اتكلم عن المنتج بتاعي. يعني اللي شفناه دلوقتي انه فاطمه قالت مساء الخير، اتعرف بيكي، بس ده السؤال اللي قالته فاطمه، فهويدا كرت كل اللي في قلبها. انا هويدا وشغلي والبزنس عاده ده ما بيحصلش. عاده ده ما بيحصلش. الكاستمرز مش اول ما بتقول له مساء الخير انت مين بيقوم قايل لك حياته كلها. هو عرفني بنفسك، انا هويدا، انا هويدا. فهو انا اللي محتاج انا كسيلز اتعلم اسال الاسئله، لانه هنا لما بنقول البروبلم فانا محتاج زي ما شرحت بعمل انكفر، ان انا بساعد العميل المحتمل يكشف او يستكشف او يزيل الغطاء اللي موجود على المشكله، لانه انا لسه مش عارف، هو نفسه مش عارف ولا انا عارف. فاول خطا ان انا اجري بسرعه اول ما احس انه عنده بين يلا نبيع له المنتج بتاعي. هيساعدك انك تعملي مع منتج ايه، احنا اتاكدنا المشكله فين، ولا المنتج بتاعي اصلا يحل المشكله دي بل ولا بس هي لا. قالت كوتش، قالت هي ايه؟ قالت هي قالت ان انا عندي مشكلتي ان يعني اعطتني ان تبي تكبر مكانها، تبي ادوات، تبي تشتري، تبي يعني عندها مجهود، تبي تعالج هذا كله هي قالته. فانا ما احتجت اني انا اسال واخذ اسوي مثل كوتشنج معاها. حلو، لان انا مش عايزين نعمل كوتشنج، انا مش عايز في مكالمه البيع نعمل كوتشنج، لكن انا قصدي هنا ان رقم واحد هويدا كانت كريمه معاكي جدا، ما تقمصتش دور عميل محتمل بما يرضي الله، كانت كريمه جدا ودلدقت من عندها كل المعلومات. ده واحد. اوكي. اتنين، انا دوري هنا في الاول تاني انا اتاكد انه اللي هي قالته، انا عايز امسك في الاول الستيب الاولى اسمها ايه؟ بروبلم. هي قالت لك البروبلم وقالت لك الديزاير وقالت لك كل حاجه في اول ما فتحت بقها. انا دوري هنا ان انا امسك البروبلم واتاكد من تفاصيلها واعرف انه هي دي المشكله الحقيقيه. طب هل انت عندك معلومه دلوقتي هو ايه اللي متسبب في الحاله دي من الالم والمعاناه؟ هل انت عندك فكره هي بتعمل منتجات ايه او خدمات ايه او اكل ايه؟ هي بتقول لك انا بعمل اكل في البيت. طب بتعملي اكل ايه في البيت؟ هل انت عندك معلومه عن اي حاجه هي قالتها ناحيه الالم؟ طب هي ليه فلوسها بتروح وما بتعملش ربح؟ عندك اي معلومه عن اي حاجه هي قالتها؟ ولا حاجه.